وانا قاعد بقرأ في الكتاب بتاعي خطر في بالي اسئلة حرفيا مش عارف انام الليل منهم. حرفيا يا صديقي 10 اسئلة مش هيخلوك تنام الليل من التفكير. ليه صورة الهرم المصري بتاعنا موجودة على الدولار الامريكي؟ طب هو ليه تم توقيع 56 معاهدة على عدم الاقتراب من القارة القطبية الجنوبية؟ وليه برضو ما ينفعش الطيران ولا التحليق فوق القارة القطبية الجنوبية؟ طب ازاي وكالة ناسا فقدت اغلب الصور ليها وهم بيهبطوا على القمر، مع ان ده من اهم الاحداث اللي حصلت؟ ده لو كانت حصلت. السؤال الاهم، ازاي الاهرامات اتبنت من اشخاص كانوا بيعيشوا في اكواخ خشبيه؟ نفس السؤال بيطرح نفسه، ازاي اشكال هندسيه زي الاهرامات متواجده حوالين العالم كله؟ طب هي ليه وكاله ناسا ما رجعتش للقمر من تاني لان كانوا راحوا اولاني اصلا؟ طب هو ايه تفسير الصور اللي محفوره في المعابد، الصور بتاعت السفن الفضائيه والالات المتطوره؟ طب ليه لحد وقتنا الحالي ما لقيناش اي بقايا للكائنات العملاقه اللي كانوا عايشين قبلنا؟ طب ازاي 95% من الحمض النووي اتصنف على انه غير مشفر؟ ومين اصلا اللي قرر ان هو عباره عن نفايات؟ دي كلها اسئله تكاد تكون ملهاش اجابه. فلو انت عرفت اجابه اي سؤال من دول ممكن تشاركني تحت في الكومنتات. ولو انت فيلسوف عظيم ومفيش منك اتنين وعايز تجاوب على الاسئله كلها ممكن تدخل تبعت لي على البرنامج التاني الاحمر، وهعمل فيديو باقرب اجابه صريحه وواضحه مع الحفاظ على حقوق الملكيه طبعا. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.